مساء الخير هدى، مساء الخير ليك وكل مستمعي الإذاعة الديوان في تونس. شكرا. شو اللي صار؟ كنت تعطينا تفاصيل هذه الجريمة الحقيقة. ديما نحكيو على المدرسة ونحكيو على المعلم، ومعناتها حاجة مقدسة ومقدسة جدا تصير اليوم جريمة بالبشاعة هذيا. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو هي الأسباب وشنو هي النتائج؟ نعم زميلتي هدى، هي جريمة هزت الوسط التربوي الجزائري والعربي. هي جريمة شهدتها ولاية باتنا شرق الجزائر والبعيدة عن الحدود التونسية بأكثر من 450 كيلومتر في إحدى بلدياتها. تلميذ في المتوسط سلوكه غير قويم في المدرسة، الأستاذة بنشية ريحانة قامت باستدعاء والده لإبداء ملاحظات أنه حول سلوك ابنه. بعد مغادرة الولي، التلميذ يعني وفي لحظة مفاجئة يغضب الأستاذة بتوجيه طعنات حادة بسكين يعني في الظهر، مما استلزم نقلها على جناح سرعة للمستشفى وإخضاعها لعملية جراحية فاقت الساعتين لنزع هذا الخنجر وسط ذهول الأسرة التربوية بالجزائر وبولاية باتنا. السيد وزير التربية يعني نزل شخصيا لولاية باتنا للاطمئنان على صحتها بعد خروجها من مصلحة الإنعاش، وهي يعني حاليا وضعيتها مستقرة. هذا الأستاذة يعني نزلت اليوم فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنه ما قامت كان بالواجب بتاعها، وأنه هي نيتها مخلصة لربي باش تخرج يعني جيل متعلم، وأكدت أنه لن تسمح مهما كانت الظروف. والد هذا الطفل يعني قام بتسليمه لمصالح الأمن التي باشرت إجراءاتها القانونية. زميلتي هدى، شو معناتها في الجزائر العقوبات اللي تنتظر معناتها طفل عمره 14 سنة كيما عندنا احنا في تونس مثلا؟ وين شو يصير بالضبط يعني؟ لأنه مازال طفل. هو احنا في القانون التونسي معناتها 14 سنة يعني يعتبر طفل، لأنه يعني حسب مجلة الطفل حقوق الطفل في تونس أقل من 18 يعتبر طفل. في القانون الجزائري كيف يتعامل مع هذوما مثلا الأحداث اللي عمرهم 14 سنة؟ نعم زميلتي هدى، يعني حتى هنا في الجزائر يعني 14 سنة مازال يعتبر قاصر ولم يبلغ بعد السن القانوني، لكن يخضع لإجراءات خاصة. الإجراءات هذه يتولاها قاضي القصر على مستوى المحاكم الابتدائية. ثم قضاة متخصصين في الأحداث هذه نتاع القصر، وفما مراكز خاصة في حال ما نقرر يعني يديروا له عقوبة تاع إكراه بدني، فما مراكز خاصة يتم إيداعهم فيها. واليوم الأستاذة هذه يعني كي نزلت البيان صوت وصورة لمدة 30 ثانية أكدت أنه لن تسمح في حقها مهما كانت الظروف، يعني مش باش تنزل على القضية. فهمتني زميلتي هدى؟ واضح. هي لاباس معناتها خرجت من العملية رغم أنه كانت عملية دقيقة، لكن لاباس وضعيتها الصحية بخير حمزة؟ أي نعم، يعني تجاوزت مرحلة الخطر بعد عملية جراحية دقيقة. يعني تخيلي زميلتي هدى، السكين يعني كان في الظهر نتاع الأستاذة لأكثر من 15 سنتيمتر، يعني خضعت العملية جراحية دقيقة ودقيقة جدا. الحمد لله كللت بالنجاح. هي حاليا في مرحلة نقاهة يعني بعد زوال مرحلة